بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم فيديو عن البهارات، وهذا طلب من متابعة جدا عزيزة علي، وراح أسويه بطريقة مختلفة وفكرة جديدة. أشرح بيه عن البهارات المفضلة إلي، وبنفس الوقت أشرح عن فوائدها اللي ممكن بعض يعرفها والبعض الآخر ما يعرفها، فيعرف معلومة شي جميل إنه يشارك بها أخوه. فخلينا نبدأ بطريقة ترتيب. أول مرة عجبتني هاي الفكرة، بما أنه هاني بالمطبخ مقضية وقتي، فحبيت أسويها وياكم. يجوز تغير الروتين وتكسر الملل وتنطي الطابع جميل بالمطبخ، خصوصا إحنا النساء يعني دائما بالمطبخ، ونحب يعني دائما نغير ديكور المطبخ حتى يعطينا فرح ورؤية سعيدة، يعني نتفائل بيها لما نشوف أشياء مرتبة قدامنا. اليوم كنت بأحد الأسواق وحبيت أسوي فكرة جديدة أخزن بيها التوابل، يعني تقريبا تكسر الروتين القديم المعروف للتوابل. شلون نخزنها؟ إن نخزنها ببرطمانات عادية وبداخل المجرات أو داخل الخزانة مال الكاونتر. حبيت اليوم أغير، فكرة هيك حلوة عجبتني، ويجوز تعجبكم وشاركوها أيضا مثل ما أنا سويتها. طبعا هذه الخزانة أو المجرات الخشبية زين، هي هذه تنباع بقسم ديكور المنازل، يعني مخصصة لكل أرجاء البيت، يعني وين ما تخليها تخليها بغرفة النوم. بالنسبة للمرأة يعني للكوزمتيك والاكسسوارات وهاي السوالف، أو تردين تخليها بالمطبخ بكيفك، يعني هو هذا الاستخدام أنت تحدديه. بس هي شكلها كلش حلو، يعني عباك تليق للمطبخ، إنه طيور وعصافير وخضار وورود، فشي يريح العين وينطفد إشراقة جميلة، خصوصا الصبح واحد قاعد يعني حلو هيك اشياء يشوف قدامه. واشتريت هذه الاستيكرات اللي هي ايضا للطبيعه وللجمال، يعني تخليها بركن معين وتنسقيها. يعني كان جتني هاي الفكره انه انسق الاستيكرات خلف هذا الدولاب واخلي بيه بهارات المعينه، وبعدين اشرح لكم عليه. خليني هسه ابدا وياكم شلون راح اسوي هاي الفكره واطبقها بمطبخي. هاي عندي شكلين من الاستيكرات، انا عجبني هذا الشكل اكثر يلائم المطبخ. هاي اعتقد الغرف الاطفال اكثر تناسب، هاي تناسب المطبخ، شكلها حلو زهور. راح ابلش افتح هذه هسه. اختاريت هذه الزاوية وراح احدد الركن. هنا انا يعجبني اخليها، او هنا، هنا بالضبط حلوة تطلع هنا. راح الزقها، راح افتح الستيكر هاي الطريقة وراح اخليه هنا. ارتب الوردة الثانية ايضا، اخلي فراشات، فراشة أخرى. هذه الفراشة الثانية أنا راح أخليها، صارت بهذا الشكل اللطيف مثل ما أنتم شايفين. فالديكور جدا بسيط للمطبخ، ينطفى تنويرة حلوة حتى واحد نفسيته تتحسن، ودائما يجدد، يعني مو مثل ما هو معتاد إنه دائما خالي البهارات بالمجرات أو بالكاونتر. لا، فشي جديد، لأن أنا دائما أحب أجدد بأفكار بالمطبخ حتى ما أمل من أفوت للمطبخ. هسه راح أرتب البهارات بالمجرات. هنا خليت القرفة أو الدارسين. طبعا القرفة أو الدارسين لا غنى عنها بوصفاتنا العراقية، تستخدم بالبرياني، تستخدم بالهريسة، تستخدم بهواي أكلات عراقية، يعني الكل يعرفها، جدا طيبة. حتى إذا تستخدم مثل الشاي، يعني تغليها بالماء وتشربيها، كلش تفيد يعني الحالات المغص المعوي، كلش تريح، تنطي هدوء. ايضا اذا عندك شيء على الطباخ، يعني لحم او دجاج لا سامح الله احترق نسيتيه، بس تفورين منه فد كميه على النار وتخليه يتبخر على نار هادئه، راح يسحب لك شكو ريحه مال حرق بالبيت صارت، ويوخر لك الريحه تماما ويعطر لك البيت. طبعا كلش طيب الدارسين، يعني لا غنى عنه وريحته تجنن، وانا جدا افضله ومن مفضلاتي من البهارات. وأنا أفضل دائما تشتروا عيدان وأنتوا تطحنوه بالبيت، يطلع أطيب وأقوى طعمه من المطحون جاهز. المجر الثاني راح أخلي بيه ورق الغار. هذا ورق الغار مو هو يدخل بوصفاتنا العراقية، بس هو كلش طيب، كلش يوخر الزفرة من اللحوم أثناء سلقها أو الدجاج، يعزز نكهات البهارات الثانية، ينطي طعم قوي جدا للحوم، جدا طيب. أنا صراحة اكتشفته هنا لأن ما كنا نستخدمه إحنا بالبيت هناك بالعراق، فما أعرف، يعني جزء 3/4 العراقيين ما يستخدموه، أو أكو بعض يستخدموه، ما أعرف، بس أنا جدا حبيته بالفترة هذه اللي عشتها هنايا، وجربته جدا طيب، يشيل كل أنواع الزفرة من اللحوم والدجاج. راح أرتب المجر الثالث وراح أخلي بيه هاي الكبابة.
اللي احنا بالعراق نعرفها، هي بهار سادة حلو اسمه هنايا. طبعا هذه كلش تفيد للحشوة مال البورق والكبب والسمبوسة، وكل شيء تفيد من انواع الحشوات. صراحة انا مو هواي استخدمها بالحشوات مال كبب البرغل وكبب الجريش، بس يعني مرات يعني يعجبني اضيف فد نكهة. يعني اذا احس باللحم شويه زفرته قويه احب اضغي عليه بنكهه من نكهه الكبابه لان جدا طيبه، بس اذا اللحم فرش وطازج لا انا افضل نكهه اللحم اكثر. المجرد الرابع راح اخلي بيه كزبره حار. طبعا ريحتها تحفه تجنن الريحه، يعني قد ما اوصف لكم الريحه قليل بحقها، لان انا جدا افضل انه تشترون الكزبره وكل البهارات اللي انا ذكرتها مسبقا وتطحنوها انتم بالبيت، تنطي نكهه اطيب واطيب للطعام. طبعا تحتوي الكزبره على فيتامينات هوايه، السي والكي والاي، وكذلك حمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم. تستخدم بكل الطبخات، يعني خصوصا انا اضيفها ويا اللحوم الحمراء اكثر شيء، يعني ما اضيفها ويا اللحوم البيضاء. اخلطها مرات ويا كمون وكركم وشويه فلفل ابيض واطحنهم كلهم سويه، واخليها يعني مثلا اشوي قطعه ستيك او اي شيء من اللحم او اي نوع من التباسي بالفرن بلحم احمر، اخلي له من هاي الخلطه اللي ذكرت لكم اياها. المجر الخامس راح اخلي بيه الروزماري او اكليل الجبل. طبعا هذا العشب او النوع هذا تقريبا يستخدموه الاوروبيين اكثر منا كعرب، خصوصا احنا بالعراق نهائيا ما نستخدمه، بس الاوروبيين وخصوصا الايطاليين كل شيء يستخدموه بوصفاتهم، جدا طعمه طيب. شلون احنا عندنا البطنج بيه ريحه طيبه ونستخدمه الباقله، هذا هم بيه نوع عطري يعني بس يختلف عن البطنج تماما، بس انا حبيت بس اشبه لكم الوصفه. شلون النعناع بيه ريحه طيبه، هذا ايضا ريحته تجنن وكلش طيب، ويستخدم بعده اكلات واطباق غربيه، ويستخدم حتى بالبيتزا الايطاليه، ويستخدم حتى باللحوم الايطاليه المعروفه اللي يسووها هم بطريقتهم الخاصه المشويه على اللهب. كلش طيب، بيه فوائد جدا هوايه، لأنه يحتوي على 4% ألياف وعلى 3.8 حديد، وكذلك يحتوي على 3% كالسيوم، وأبدا ما يحتوي على أي سعرات حرارية، يعني قد ما تردون تخلون تغلون منه تغلون. طبعا اكو طريقة انه تغليه مثل الشاي وتشربيه، يقي من السرطان اسم الله عليكم، وخصوصا سرطان الثدي وسرطان الجلد والبروستات، وكذلك يقوي الذاكرة لأنه يحتوي على شنو؟ على كارنوسيك أسيد، هو هذا الحمض كلش ضروري للوقاية من الزهايمر. 4 شو يسوي؟ يعالج الصداع النصفي بكثرة الاستخدام، يعني مو أنا بيوم شربته وباكر ما أشربه وأقول شو والله الصداع ما راح، لا لازم تستمرين عليه. زين شو يسوي بعد؟ يسوي عملية مضادة للالتهابات. ليش؟ لأنه إحنا من نتعرض للصدمة أو الوقعة لا سامح الله أو نتمرض مو نشعر بالألم، هذا من المسبب مالته، المسبب هو الإنزيم اللي هو اسمه COX2، هذا هو اللي يعزز الألم، هو وأكسيد النتريك. هذا إذا استخدمنا الروزماري المغلي مالته راح شو يسوي؟ يثبط من إنتاجه. شنو معنى يثبط؟ يعني يعوق إنتاجه أو يضعف إنتاجه بالجسم، فبالتالي يقلل الألم بالتدريج. وطبعا يعني بيه فوائد كلش هوايه، انا بس حبيت اذكر لكم هاي ال5 فوائد لانه ما اريد اطول الفيديو. المجر الاخير راح اخلي بيه زنجبيل. الزنجبيل مهم لعمليه الهضم، فدي يساعد بعمليه الهضم عن تجربه، وكذلك ينطفد نكهه جدا طيبه للتتبيله ويا اي نوع من المشاوي ويا اي نوع من الاشياء الغريبه اللي تردين طعمها يكون حاد، خلي شويه برش الزنجبيل، وخصوصا اذا تشتروا مثل هيك شيء يعني مو مطحون وجاهز، انتم تطحنوه بايدكم ينطي نكهه روعه. نجي للبهارات الاخرى، عندنا هنا بهارات البطاطا اللي هي تجي بكيس، طبعا هاي مطحونه يعني عند العطار مطحونه وجاهزه، تجي عباره عن كمون وفلفل ابيض اضافه الى كركم وكاري، بس ريحتها كلش طيبه. يعني اذا تسوون البطاطا على شكل جوانح كبيره يعني وجز، تدخلها زيت الزيتون وتخلوا لها من هذه الخلطه، وايضا البابريكا الحمراء. هاي شو البابريكا الحمراء؟ هي عباره عن فلفل احمر بارد مو شطه، هذا يعني هو صحيح احمر، هذا الفلفل الكبير اللي يشبه الاخضر الرومي بس هو يكون احمر لونه، بعدين يجففوه ويطحنوه يصير بابريكا. نجي على السماق، طبعا السماق كلش طيب ويا كباب الشوي والكل العراقيين يعرفوه ماكو داعي اشرح عنه هوايه. والقرنفل هذا يجنن، القرنفل بالبرياني طيب، بالكبسه، بكل انواع الرز البخاري كلش طيب القرنفل. مي مال اللحم السلق من تردين تطبخين التمن مو تاخذين الخلاصه من اللحم، فش تسوين هذا المي؟ تتبلي بورق غار اضافه الى عيدان من القرنفل اضافه الى عيدان من الدارسين، تطلع النكهه فشي يعني.
إضافة إلى نومي البصرة اللي إحنا كنا العراقيين نستخدمه بكل أنواع التشاريب، نحطه ويا مطبق السمك، نحطه ويا كل الأكلات تقريبا ما نستغني عنه. إضافة إلى الهيل اللي هو روح المائدة العراقية، ويا الشاي، ويا كل شيء، الكليتشة، حتى الكيك، يعني دائما إحنا بوصفتنا أكو هيل. هذا العصفر أيضا تعرفت عليه هنا من خلال وجودي بعمان، هو بلونه يشبه الزعفران بس ريحته غير، ايضا له ريحه وريحته طيبه بس تختلف عن ريحه الزعفران، وموجود بكثره هنا. اضافه الى الزعتر، الزعتر هنا موجود طازج، يجنن الطازج، بس صراحه ما لقيت بالسوق هالفتره. فالجبن المجفف والمطحون ايضا جدا طيب، هذا ويا البطاطا الوجز يجنن. اذا تتبلين بيه البطاطا وترشينها رشه زيت زيتون وتخليها بالفرن فتشي، حتى ويا البيض المسلوق كلش طيبه، وبيه فوائد كلش هوايه لا حصر لها، راح اذكر لكم تقريبا 5 فوائد. معالجه السعال الديكي ومعالجه الربو، وايضا يقوي الجهاز المناعي جدا ويقوي العضلات، يعني اثناء التمارين الرياضيه ايضا يقوي العضلات جدا، يجعل العضلات تتقوى وتنطيج تحفز او طاقه اكثر اللعب الرياضه والتمارين، يعني تنطيج قوه. وبعدين شو يصير اذا شربناه بكثره او يوميه؟ يعتبر مسكن للالام، يعني اذا عندك مغص معوي اسم الله، يعني الام يعني النسائيه، فهذا كلش مفيد اذا شربيه وهو حار على معده يعني فارغه، يريح جدا. اضافه الى يعالج اجلكم الله المسالك البوليه، زين اذا واحد عنده اي تحرق او اي شيء، ايضا بكثره شربه والادمان عليه ايضا يعالج هالشيء هذا. اضافه الى يساعد طرد الغازات اجلكم الله، لانه شلون تتكون هي الغازات؟ اثناء تخمر الاكل بالمعده، هو شو يسوي؟ يحاول يسرع من عمليه الهضم ويجعلها اسرع واسرع، وبالتالي يعني تروح. نجي هسه على الفلفل الاسود والفلفل الابيض، هذول اني استخدمهم باغلب وصفاتي، خصوصا الفلفل الاسود بكل شيء استخدمه، بالكفته استخدمه، بالهمبرجر استخدمه، بكل انواع اللحوم اللي تحتاج الى نكهه معززه، بس اضيف لها رشه من الفلفل الاسود وخلاص. اذا هو هذا متبلي رقم 1، يعني هذا من افضل البهارات عندي هو الفلفل الاسود. اضافه الى الفلفل الابيض اللي هو طعمه اخف من الفلفل الاسود، هذا ايضا اخلطه مع باقي بهارات مثل كاري، كركم، واطحنهم زين وكمون، واستخدمه مثل ما قلت لكم لاي نوع تبسي بالفرن، لاي نوع، يعني حتى مرات اضيف من يمه والله للبرياني، يعني ما لهن غنى، هي هالفلفل الاسود والفلفل الابيض ما لهم غنى ابدا بالمطبخ، يعني لازم يكونون موجودين عندك، يتبلون بطريقه جدا طيبه. صحيح اكو ناس مرضى عندهم ضغط وهذه ما توالمهم، يعني الفلفل الاسود يهيج القولون وغير شيء، يعني للناس المرضى فما انصح بهم باستخدامهن بكثره، بس هم جدا طيبين بكل انواع اللحوم. وهذا هو اعزائي كان فيديو اليوم عن البهارات بطلب من متابعة عزيزة علي. اتمنى عجبتكم الفكرة، واتمنى عجبكم طرح الموضوع، اتمنى عجبتكم المعلومات، وان شاء الله اشوفكم على خير وسلامة وصحتين والف عافية. الكل وصفة شفتوها من وصفاتي، وان شاء الله يا رب الخير والسعادة دوم لكم. شاكرة متابعيني الأعزاء، وأتمنى لهم الخير والموفقية بكل حياتهم.